السلام عليكم ورحمة الله، يا رب دايما بألف خير. الشعب المغربي اخواتنا وحبايبنا واصحابنا واهلنا وجيراننا في كل مكان في الدنيا، يا رب دايما بألف خير. والخفاش ما بيهداش والرشاش ما بيفضاش. الشعب المغربي شعب جميل جدا، من اجمل شعوب الارض واطيب شعوب الارض. شعب جميل، شعب تتعلم منه المرجله، تتعلم منه الشهامه، تتعلم منه الكرم، تتعلم منه الذوق والتقدير والاحترام. شعب يفتح جامعات في الذوق والاحترام والتقدير والواجب والاستقبال والضيافه والكرم والجود وكل حاجه جميله. يا باشا اي حاجه جميله عاوزها روح خدها. فاتحين جامعات هناك، روح اتعلم براحتك. كل اللي انت عاوز تتعلمه هتتعلمه هناك في الجامعات المغربيه، مفتوحه، بتعلم التقدير والذوق والواجب والاحترام والرجوله والكفاح والنضال، كل حاجه. شوف انت عاوز تتعلم ايه وادخل الجامعات المغربيه. قسم الرجوله روح اتعلم الرجوله، قسم الشهامه ادخل قسم الشهامه، قسم الجدعنه ادخل قسم الجدعنه، قسم حسن الاستقبال والضيافه والكرم والجود ادخل وتعلم براحتك. وهناك الدروس مجانيه 100%. موضوعنا النهارده، حلقتنا النهارده حلقه جميله جدا وبتثبت كل كلمه انا بقولها. هنشوف كلنا ضابط مخابرات عراقي ما استحملش، بيبكي، طلع قبل كده في حلقات كتيره اتكلم وبيبكي وما قدرش يمسك دموعه، وفجر اكبر مفاجآت يعني. وتصريحه تصريح كبير جدا جدا جدا. طبعا حصل موقف من ملك المغرب الملك محمد السادس، ربنا يحميه ويحفظه يا رب ويديله الصحه، اللهم امين يا رب العالمين. موقف كبير جدا من الملك، ابكاه، خلاه مش في وعيه، خلاه يسأل كده، وهل ده يعني رئيس الدولة ولا ده ملاك نازل من السماء ولا ده ايه بالظبط؟ مين ده؟ وعلى فكرة يعني طبعا الملك محمد السادس يعني له في الجبال علامات زي ما بيقولوا، مش جديد عليه ان هو يعني في حاجات كتيرة قوي يعلمها لشعوب كتير يتعلموها منه. هنتكلم فيها بس نروح نسمع ونشاهد اللي حصل ونرجع. محمد السادس الله يشافيه والله يطول لنا عمره، خدم عليك انت، خدم على المواطن المغربي، على التنمية البشرية، قيموا بناء في التنمية وفي التنمية البشرية وفي البنية التحتية. قلت لها أنت تلزمين الشارع من وجدة حتى توصلي أكادير، أنت عندك الطريق السيار. في أي بلدي أكو طريق سيار طوله أكثر من 2000 كيلومتر؟ أبدا ما كاينش. ممكن يكون 100 200 150 300 روح 400 قاع، لكن ما تاخذ بنية تحتية. بنية تحتية ليس فقط الشارع، بنية تحتية أنت كل 20 كيلو كتوقف تجد مقاهي، تجد مطاعم، تجد مساجد، محطات، تجد ملاعب كرة قدم، اللوجستيك موجود، يعني ما عندك مشكلة. هذا على البنية التحتية بالنسبة للطرقات، فما بالك بالمشاريع، الطاقة المتجددة، التنمية في الزراعة، المغرب الأخضر، وزيد على هذا كرة القدم. كرة القدم أكيد مدعومة بشكل كبير، وهو الأب الروحي للاعب المغربي والرياضي الأول. يعني شيء الحقيقة يثلج الصدر أنك أنت تجد ملك بهذا الوزن، رغم أنه يعني حالته الصحية شوية لا تسمح، لكنه يأبى أن يلتقي بكل اللاعبين ويدعمهم ويتصل بهم هاتفيا، يبدو أنه يتابع. فما بالك بهذا الملك؟ سمعنا كلنا وشفنا الكلام، حاجة جميلة جدا في منتهى الجمال، كلام يعني خارج من القلب، يعني وصل للقلب على طول، عشان كلام حقيقي وكلام متصدق، مش كلام انشا، مش كلام موضوع التعبير والسلام. كلام لما يبقى عن المغرب وعن المغاربه انت لازم تقوم كده وتضرب مليون تعظيم سلام. لما يبقى عن المغرب وعن المغاربه وعن ملك المغرب ملك محمد السادس. طبعا ملك المغرب دماغه في حته ثانيه لوحده، دايما صوته من راسه، ما بيعملش مثلا حساب لحد، ما بيهبش حد، ما بيخافش من حد،
صوته من راسه، علشان كده كبير ومحبوب من شعبه، والعلاقه ما بينه وما بين شعبه علاقه اخ باخوه، صاحب بصاحبه، اب بولاده، علاقه اسريه كده جميله، حاجه كده ما تشوفهاش في اي حاجه تانية. وربنا يحميهم يا رب ويحفظهم يعني بصوا، وربنا يكفيهم شر العين يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، ويبعد عنهم اي حد بيحسد واي حد حقودي واي حد غلاوي، لان الصفار والنفسانه اليومين دول بقوا كتير جدا جدا جدا. تعالوا نكمل نرجع تاني. والله نتمنى لو كان يحكم العراق. مش العراق، بلدان الوطن العربي أها. كله، لأنه هو أمير المؤمنين. لماذا لا نقبل؟ أنا زرت العراق في 2018 بعد غياب 18 عام، من 1995 إلى 2013. سألني أخي، قال لي لماذا المغاربة يقبلون يد الملك. يد الملك؟ قلت له والله لو أنا أشوفه أقبل رجليه. قال لي ها؟ قلت له والله. سبحان الله. قلت له انك انت تمشي في كل المغرب ما حد يقول لك فين غادي فين رايح. تفاجأت. من طنجة للقويرة 3600 كيلو ما حد يقول لك فين غادي فين رايح، إذا تركب بالطيارة ولا تركب بالسيارة. قلت له أني هذه عندي تجربة، مش أنا أسامعها من حد، لكوني ليس من صحفي. رآك من سمع. نعم، لكون أني صحفي فأنا أتحرك بسيارتي ومعايا مصورين ومعايا مساعد مصور وسايق، نجوب الليل والنهار ونشوف البنية التحتية الموجودة في قلت له يا أخي كل مدينة لها لون، كل مدينة لها زي. أنت هنا يا أني، قلت له هنا أخويا وأخوك هو توفى إلى رحمة الله تعالى، وأنا لم أراه ولم أرى أولاده لحد الآن. أولاده كبروا في أحدث العراق. لماذا؟ سمعنا وشفنا، كل اللي عليك يعني شوية حاجات كده، عاوزك تجيب قلمك أجندتك الجميلة واكتب ورايا. أدي القلم الجميل وأدي الأجندة الجميلة وأدي القلم الجميل، واكتب ورايا. اكتب ورايا إن المواقف الصعبة، الأزمات والمحن هي اللي بتبين معادن الرجال الأصليين بجد. يعني ما تجيش تقول ده هو، تقول مثلا ده صاحبي وحد جدع وحد شهم وما شفت زيه ومش عارف ايه، وعمال تتكلم كلام كتير جدا جدا عليك. ماشي حلو. طب تعالى بقى في موقف هنوزن هنا بميزان المواقف. صاحبك اللي انت بتقول حلو ومفيش زيه ومليون راجل ده، انت وقعت في مشكله ومع اول ازمه بترن عليه، قالوا يا صاحبي انت فين؟ انا في الحته الفلانيه، انا حصل لي كذا 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 ومحتاجك تقف جنب مني، سواء وقفه يدعمك او محتاج منه فلوس. طب هيقول لك رده، طب معلش اصل انا مسافر مش عارف فين ومش هاجي دلوقتي ومش عارف ايه وبتاع، بتهرب منك، يا اما معيش فلوس ومش عارف ايه، كنت مش عارف ايه، لو كنت كلمتني من ساعه بس كان لسه معاه فلوس واديتها لمش عارف مين، وهيخلع ويتهرب منك. اذا هنا لما وزننا بميزان المواقف تلاقينا اللي انت بتقول على راجل مليون راجل اتغشيت فيهم ما طلعش راجل، مش محصل بنت حتى. كلامي هنا بقى على ملك المغرب وعلى الشعب المغربي وملك المغرب. في اي موقف في اي حاجه بتبان شخصيته بجد، بتبان يعني ملك بجد، العقل والحكمه بيبانوا بجد، راجل صوته من دماغه، محدش يقول له يعمل كذا وما يعملش كذا زي دول ثانيه. وده اللي مكبره وده اللي مغليه في عيون الدنيا، مش بس عيون الشعب المغربي. تعالوا نكمل نرجع. لكون إنه المنطقة هذه طائفية وإحنا من طائفة أخرى، قلت له هذا ما تقيموا هذا الملك وتقبل يده وتقبل قدميه؟ لم يكن هناك لا طائفة ولا على المذهب المالكي، والحمد لله. طيب المغرب والله انها من اجمل بلاد العالم صراحه.
من أجمل، إذا ما كانت أجمل بلد زرتها في حياتي. ما شاء الله. لا من ناحية أجواء المغرب ولا من ناحية تنوع بلد المغرب. كل بلد لها مثلا الدار البيضاء لها وضع خاص، الرباط لها وضع خاص، سنة لها وضع خاص، طنجة لها وضع خاص. ولا من ناحية أجواءها الجميلة يعني صراحة، ولا من ناحية أمطارها، ولا من ناحية أهلها وكرم أهلها. صراحة الكرم المتنوع اللي قليل ما شفته في بلد من البلدان اللي زرناها يعني. وطيبتهم صراحة، مساجدهم ما شاء الله تبارك الله ملآن بالمصلين. ما شاء الله. يعني عكس ما يظهر عليهم، عكس السمعة الظاهرة. كل بلد فيها الخير وفيها الشر، لكن المغرب شفتها صراحة والله انها من خيرة بلدان المسلمين. ما شاء الله صراحة. طيب ايش رايك في السفرة المغربية؟ ما شاء الله تبارك الله. انا اجمل اكل ذقته في حياتي او شفته في حياتي في المغرب. ما شاء الله تبارك. واجمل بلد وانظف بلد شفته في حياتي المغرب صراحة. ما شاء الله. لا من ناحية القرى اللي دخلناها ونظافة الناس وعدم رميهم الاشياء في الشوارع زي كثير من البلدان يعني نزورها تلقاها يعني معدومة. بدون ذكر اسماء. بدون ذكر اسماء تلقاها معدومة، لكن ما شاء الله عليهم صراحة محافظين صراحة. والبلد زينة والبلد جميلة والبلد يعني متنوعة، يعني تدخل كل بلد فيها بلد قديمة والبلد القديمة لها لون معين. كل بلد البيوت كلها لون ما، زي مثلا طنجة بيوتها الظاهر الخضراء كلها، زي شفشاون فروس الجبال بيوتها كلها اللون الأزرق، زي شو اسمه تطوان أبيض. تطوان أبيض، لا الدار البيضاء أبيض، زي شو اسمه الثاني ذيك اللي مراكش كلها أحمر صراحة. وكل بلد لها جو معين سبحان الله. ما شاء الله. والله الناس طيبة صراحة، ناس طيبين محترمين يعني صراحة، ما عندهم لف ودوران كثير يعني صراحة، مو طماعين صراحة. يعني أقول يعني صراحة بلد جميلة للتمشية وللزيارة. هل هي التمشية العائلية ولا التمشية؟ للتمشية العائلية وللتمشية متنوعة. بلد إلى الآن فيها البدو والرحل. ما شاء الله. إلى الآن البلد فيها جمال جو وأنهار ونعمة الله سبحانه وتعالى حتى في المغرب لا إله إلا الله. ما شاء الله. وبلد رخيصة وبلد متنوع. طبعا شفنا كتير أزمات كانت بتحصل في دول تانية وبيلجأوا للمساعدة أو للدعم أو كده، بتلاقي ملك المغرب على طول رايح وداخل وبيسند وبيدعم وبيقف جنب المحتاج وبيقف جنب الضعيف قدام الدنيا كلها، ما بيهموش حد خالص. هو كل اللي يهمه ان هو يعني يسند ويدعم ويقف جنب الضعيف، ما بيخافش ولا بيهيب من حد ابدا غير من اللي خلقه بس. الشعب المغربي كله كده على فكره، شعب جميل جدا وشعب عظيم جدا. لو اتكلمنا كمان عن الشعب ده ان هو من اجمل الشعوب فعلا واطيب الشعوب وارجل الشعوب، شعب كريم وشعب ذواق جدا لابعد الحدود. ان انت كمان لما تكون هناك في المغرب ما تحسش ان انت مثلا دمك تقيل على قلبه، بتبقى مهضوم على القلب وعلى الروح، بيبقوا مرحبين بيك، فرحانين بوجودك، وبتلاقي احلى استقبال واحلى ترحيب بيك، بيرحبوا بيك فوق ما تتخيل، لدرجه ان انت ما بتحسش ان انت متضايق مليت من القعده ايا كانت القعده مدتها قد ايه، ما تحسش بالملل لانك انت حاسس ان انت في مع عزوتك في بلدك، مع بيتك، مع اصحابك، مع جيرانك، اهلك، خلانك، ايا كان، تحس الاحساس ده والانطباع ده اللي بيبقى طاغى عليك وقتها. عشان كده ما بتحسش بالغربه، ما بتحسش بالوحده، ما بتحسش ان انت مغترب. ادي حاجه. تاني حاجه، هناك في اي مكان يستقبلوك استقبال حلو قوي. يعني لو انت مثلا بتزور اي مكان اثري هناك او مكان اسلامي او مكان سياحي، بتلاقي الناس فرحانين بيك، الناس عاوزين يفرحوك، عايزين يوروك ده ويحكوا لك على ده، عايزين يمتعوك، انت نازل تتمتع، عايزين يمتعوك ويفرجوك وتلف كده، تلاقي نفسك في دنيا تانية، دنيا هتوه فعلا في دنيا تانية، لا دنيا المتعة والجمال والروعة والخيال والحاجات الجميلة العظيمة دي. إذا هم مختلفين، أيوة مختلفين عن كل الدنيا لكل الأسباب اللي احنا بنقولها دي، علشان كده هم مختلفين جدا جدا جدا، بره المقارنة وبره أي منافسة، ما تقارنوش بأي شعب تاني أبدا نهائي. فهنا كلام مثلا ضابط المخابرات هنا العراق لما طلع يتكلم وهو متأثر جدا باللي حاصل ده مش جديد عليهم، والمواقف تشهد لهم بياما كانوا واقفين وكانوا بيدعموا وكانوا بيسندوا وكانوا
وما زالوا لحد دلوقتي هم متصدرين المشهد في اي حاجه، في اي دعم، في اي حاجه هم متصدرين المشهد، متقدمين الصفوف عامه. في النهايه استمتعت واتبسطت جدا معاكم، ورب انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا. بكره حلقتنا جامده نار ما فيهاش هزار، وما تروحوش بعيد. اللايك والشير والتعليقات الكتير عشان يوصلكم كل جديد. وسلامي من هنا لكل حد مغربي ومغربيه، مش بس في المغرب، في اي مكان في الدنيا، في اي مكان في العالم. لكم مني دايما مليون سلام. اي حد من جواه مش كويس، اصفر وغلاوي، بيزعل لما نقول كلمه حق او كلمه حلوه عن الشعب المغربي وعن المغاربه، بقول له من غير سلام ومن غير سلام.